إذاعة جلسة البرلمان على الهواء غدا نقطة. هل يتم بث باقي الجلسات على شاشة التلفزيون؟ العديد من النواب الذين فازوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة طالبوا بضرورة عودة بث جلسات مجلس النواب وذناعتها حرصا على مشاركة الرأي العام للمجلس في كل ما يقدمه سواء تشريعات أو مناقشات حول القوانين. والبعض قال أن بث الجلسات حتى وإن كانت مسجلة أفضل من عدم إذاعتها على الإطلاق كما تم خلال برلمان 2015 وهو الأمر إلى عانى منه نوابه. وحددت المادة 120 الإطار العام لانعقاد الجلسات وأجازت عقد جلسات سرية حيث نصت على أن جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس أو 20 من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية علامة اقتباس. وعلى الرغم من أن برلمان 2015 بدأ أعمال الفصل التشريعي الأول ببث الجلسات على الهواء مباشرة، إلا أنه وبسبب خلافات النواب وما وصفه الدكتور علي عبد العالي بقلة خبرة النواب، اتخذ الدكتور علي عبد العالي رئيس مجلس النواب قراره بوقف البث المباشر للجلسات بعد حصوله على موافقة أغلبية الأعضاء. وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية عودة بث جلسات المجلس في فصله التشريعي الثاني ليطلع المواطن على ما يحدث داخل أروقة البرلمان ويراقب أداء أعضائه المنتخبين وما يتم طرحه من ملفات تتعلق بحياتهم اليومية، وأن يعي الرأي العام ما يقدمه كل نائب خلال الفصل التشريعي وإبراز دور مجلس النواب التشريعي والرقابي. وحسب تصريحات المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب فسوف تذاع الجلسة الافتتاحية للمجلس غدا على الهواء مباشرة، ومن المقرر أن تشهد أداء النواب اليمن الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين. من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوبش الجلسة ويعاونها أصغر عضوين سنا، وتتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، وبعد ذلك يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعد ذلك تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوبشي.